بسم الله ما شاء الله. الطعميه طالعه من الزيت عسل اهو يا بنات. هطلع بقى الاستوى ده وهجيبها لكم بالتقديم. بصوا يا بنات، ادي الطعميه اهي جاهزه. هحط كده شويه حاجه حلوه كده، شكلها حلو عليها كده، حاجه خضرا او يعني كزبره بقى بقدونس اللي عندك. بص هي لسه طالعه والله، سخنه موحوحه يعني سخنه جدا. بصوا يا بنات اهو، هنفتح بقى الطعميه مع بعضينا. عايزه اقول لك بصي القرمشه الاول اهي، بصي مقرمشه من بره. نيجي بقى من جوه، سامعه الصوت؟ بصي بس عشان بفتحها بايد واحده. بصي المنظر، انا عايزه ادوقها معاكم بقى. انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اجربها والله العظيم. بصي هشه يمين هشه من جوه وجميله. بس بقى ندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طب والنعمه تحفه، طب والنعمه تحفه، والنعمه تحفه. صدقني انا مبهوره بنفسي. انا اول مره اعملها بنات، والمصحف اول مره اعملها بجد. لا والله جميله، لا جميله جميله والله، هايشه وجميله قوي وناعمه وطعمها حلو. الخضره بتاعتها مش كتيره، مظبوطه. وبصي مقرمشه من بره كده وطريه من جوه يعني. بس سامعه الصوت؟ بصي عايزه اقول لك كمان اضربيها بال اسمه ايه، مضرب السلك او مضرب الكهربائي، حلو قوي قوي قوي. انا ما عنديش سمسم ولا حاجه، فقلت بقى اعملها لكم عشان اقفل الفيديو. ما شاء الله بصي الكيس زي ده يا جماعه بتجيبيه. شوف قولوا لي بقى انتوا بتجيبوه بكام؟ انا ما بجيبوش بصراحه، الناس بتقول ب 10 ب 15 مش عارفه. قولوا لي وشوفوا بتجيبوه بكام. بس عايزه اقول لك والله ما تفرق حاجه عن بره. كفايه ان انت قليها بزيت نضيف وعاملاها بايدك نضيف، ويعني حاجه نضيفه في بيتك بالف هنا. يلا باي باي، انا هحطهم في الفريزر ووقت ما احتاج اطلع. ما تيجي نعمل اكله هتنفعنا كل يوم، وعايزه اقولك هتخزنيها، وكمان لو عايز تعملي منها مشروع بجد هتكسبي منها حلو قوي قوي. يلا بينا. هنجيب شويه فول مدشوش دول نص كيلو، هننقعهم. انا نقعتهم لمده يومين، وتغيري عليهم وتصفي الميه وتغيري عليهم كل شويه. تمام تمام. هنا بقى صفيتهم كويس جدا، وهجبت الكبه هخلط فيهم، هخلطهم يعني فيهم. هنا جبت 5 فصوص توم نزلتهم عليهم، انا قسمتهم لجزئين هخلطهم على مرتين. خدت نص حزمه الكزبره وبصلايه خضراء ونص حزمه الكرات زي ما انت شايفه اهو بالشكل ده. هخلطهم حلو قوي لغايه ما يكونوا ناعمين جدا جدا جدا. تنعميهم على قد ما تقدري. طبعا كل ما تكوني الفولايه منقوعه كويس وبتتكسر كده في ايدك، اعرفي ان انت لما تيجي تشتغلي فيها هتبقى سهله معاكي وهتبقى ناعمه حلوه معاكي. تمام. عايزه اقولك ما تكترش الخضره عشان ما تغمقش معاكي. عايزه اقولك ولو ما لقيتيش كرات ممكن تقدري تحطي بصل اخضر. ممكن لو ما لقيتيش بصل اخضر ممكن تحطي بصل عادي ابيض، مفيش مشكله. اهم حاجه الكزبره والكرات بيبقى حلو قوي فيها. بس لو ما لقيتيش مفيش مشكله، استغنى عنه وحطي بصل اخضر. ما لقيتيش بصل اخضر حطي بصل ابيض. تمام تمام. هنا بقى هنحط رشه كمون، وهنا حطيتهم على بعض كلهم وقلت بقى هديهم ضربه جامده. حطيت شويه ملح زي ما انت شايفه كده. بصي ما شاء الله القوام زاد ازاي، لان طبعا ضربته حلو قوي ودخل الهواء فيه كويس جدا. كل ما تضربي فيه كل ما الهواء بيدخل وتبقى هشه كده فيها زي الفل كده يا بنات، زي الفل. هنا بقى بصي بسم الله ما شاء الله لونها حلو قوي وناعمه جدا. هنزلها في الطبق زي ما انت شايفه كده. وعايزه اقول لك وعملت منها مشروع ما شاء الله بجد. هي مش مكلفه، بالعكس بتعمل كميه كبيره. هنا بقى تجيبي مضرب كهربائي او مضرب يدوي وتفضلي تضربي فيهم قد ربع ساعه كده، هيخلي الهواء يخش فيه والقطعه تبقى هشه. هنا بقى قسمتهم تقريبا على 5 اكياس. هنا الكيس ده انا هجربه وهعمله معاكم. حطيت فيه شويه ملح وشويه كزبره وشويه كمون، تقلبهم كويس جدا وتسخني الزيت، ويلا بينا نقلي ونشوف هتبقى طالعه معانا عامله ازاي. هنا بقى اسهل طريقه لطريقه يعني التشكيل، تحطيها في كيس زي ما هي كده وتقومي منزلها على ايدك زي ما انا بعمل كده انت شايفاها طبعا، وبتشكليها كويس جدا، بتظبطيها بصوابعك وتنزلها. لو عندك سمسم بقى حطي. انا بصراحه ما كانش عندي، كنت عايزه اصور لكم الفيديو عشان انزله لكم، فصورته عشان اشوف هتبقى عامله ازاي. زي الفل كده يا بنات، زي الفل. هنا ما شاء الله لونها جميل. عايزه اقول لك ريحتها كانت قلب البيت، وطعمها خطير جدا 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 والله العظيم. اهم حاجه ما تكترش الخضره. هي اللي انا استخدمته حزمه كزبره وحزمه كرات وواحدتين بس بصل اخضر حلو كده، ومعلقه ملح، معلقه ملح، وكمان اللهم صل على كامل النبي رشه كمون ورشه كزبره في الاخر واما جيت اعملها يعني.
هنا بالشكل ده. عايزه اقول لك بقى فرزاها في التلاجة وما شاء الله زي الفل. هنا بقى كانت مقرمشه من بره وطريه وهيشه كده من جوه، والله العظيم كانت طعمها حلو قوي 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 قوي، بالف هنا وشفا. طبعا الكيس ده يا جماعه شوفوا انتوا بتجيبوه بكام، طبعا الحاجه غاليه، وكفايه بس ان انت بتعمليها بنظافه، والزيت بيبقى نظيف غير الزيت اللي بيبقى في المطاعم، بيبقى لونه اسود ومش حلو، وبتبقى مكتومه كمان، وبتبقاش مطحونه كويس بصراحه، ما بتعجبنيش، وبتبقى ناشفه وما بتبقاش حلوه خالص. هنا بسم الله ما شاء الله عملتها. وبص الكيس ده يا جماعه، قولوا لي الكيس ده انتوا بتجيبوه من المطعم بتجيبوه بكام؟ وما شاء الله موفره. الكميه دي كلها كانت نص كيلو، ما شاء الله عملت كميه حلوه قوي معايا، ويعني زي الفل والله العظيم كميه حلوه قوي على نص كيلو، ما شاء الله. بالف هنا وشفا، وجربيها وادعيلي. بالف هنا وشفا على قلبكم يا بنات.